الأخبار الموجزة اليوم الثلاثاء. زار نائب وزارة الصحة العامة الدكتور محمد حسن غياثي عدة مراكز صحية في مقاطعة قندهار وأشاد بخدمات الكوادر الصحية. وأكد السيد غياثي في هذه الزيارة أن مستشفى منطقة سبين بولدك سترتفع من 25 إلى 50 سريرا. وزع الهلال الأحمر الأفغاني مساعدات غذائية على 650 أسرة محتاجة في منطقة نورغرام في مقاطعة نورستان. يقول قسم التعليم الفني والمهني: قام العديد من الشباب ببناء طائرة يمكن أن تطير لمسافة تصل إلى كيلومترين. تخرج اليوم 650 مجاهدا من مركز الشوراب التعليمي التابع لفيلق عزم 215 في مقاطعة هلمند في سلسلة من الاحتفالات الخاصة بعد التعليم العسكري والديني الأساسي. بدأت وزارة المناجم والبترول بتشييد برج كمبيوتر ومبنى بقيمة 5 ملايين أفغاني في منطقة نورغال في مقاطعة كونر. ناقش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي مواصلة التفاعل مع الحكومة الأفغانية. كما ناقش الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي في جدة بالمملكة العربية السعودية إرسال وفد من علماء الدين إلى أفغانستان. أنقذت وزارة الأشغال العامة العشرات من الركاب الذين تقطعت بهم السبل خلال تساقط الثلوج الأخير على الطرق التي اجتاحتها الثلوج. قالت وزارة شؤون اللاجئين: تم إطلاق سراح 40 سجينا أفغانيا من سجن مقاطعة السند في الباكستان من خلال جهود السفارة الأفغانية ومكتب اللاجئين في إسلام آباد. حسب تصريحات وزارة النقل والطيران، عقد الاجتماع اليوم شارك فيه وكلاء ومدراء وخبراء التخطيط في وزارة النقل والطيران، وجرت مناقشات حول وضع خطة استراتيجية خمسية للنقل البري، وتم اتخاذ التصاميم اللازمة لتطوير خطة مفيدة.